سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معانا النهارده الجزء الثاني من سلسله افلام هاري بوتر، وهو هاري بوتر وحجره الاسرار. وفي الجزء ده حجره الاسرار بتتفتح تاني، وهنشوف هاري بوتر هيتعامل معاها ازاي. قبل ما نبدا يا ريت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وهات فشارك وشايك ويلا بينا على الفيلم. هاري بوتر بيرجع لبيت عمه في الاجازه، وبيبان عليه القلق لما ما بيجيلوش اي رساله من اصحابه رون وهيرميون في عيد ميلاده ال 12. ولما بيدخل الاوضه بتاعته بيلاقي قزم منزلي اسمه دوبي، ودوبي بيقول لبوتر انه لو رجع لمدرسه هوجوراتس هتبقى حياته في خطر. ولكن بوتر بيتجاهل نصيحته وبيبقى مصمم يرجع للمدرسه تاني. وبيبان لنا ان دوبي هو اللي كان بيجمع رسائل اصحاب بوتر عشان بوتر يفتكر ان اصحابه نسيوه وما يرجعش لهوجوراتس من تاني. ولما بوتر بيسيبه يمشي دوبي بيقرر يستخدم السحر عشان يمنعه انه يرجع لهوجوراتس، وبيخلي بوتر يوقع التورته اللي مرات عمه كانت عاملاها على دماغ مرات صاحب الشغل بتاع عمه. وبسبب اللي حصل وزاره السحر بتنبه بوتر انه لو استخدم السحر بره المدرسه تاني هيطرد منها خالص. ولما عمه بيسمع ان بوتر مش بايده يستخدم السحر بره المدرسه بيشيل الكتب والعصايه السحريه بتوعه بعيد عنه، وبيحبسه في اوضه لوحده وبيقفل البيبان والشبابيك بالخشب. وبعد كام يوم رون واصحابه بيروحوا لبوتر بعربيه سحريه وبينقذوه من هناك، وبيقضي بقيه الصيف مع عيله رون. وبعد ما الصيف بيخلص بيروحوا محطة القطر عشان يرجعوا للمدرسة، ولكن بتحصل حاجة غريبة وما بيقدروش يعدوا من المنطقة اللي بتفصل بين عالم السحر والعالم العادي، وعشان كده بيضطروا ياخدوا العربية السحرية ويطيروا بيها لحد المدرسة. ولكن للأسف بيعملوا حادثة في الطريق وبيكسروا العصاية السحرية بتاعت رون، وساعتها العربية بترميهم هم وحاجتهم براها وتمشي لوحدها، ما هي عربية سحرية بقى. وتاني يوم في المدرسة بوتر بيلاحظ انه محط انظار 3 اشخاص، وهم البروفيسور المتكبر جيلدروي اللي جه مكان كويرل، والاثنين التانيين بيبقوا معجبين بيه وهما كولين واخت رون جيني. وفي يوم بوتر واصحابه بيكونوا بيتمشوا في المدرسه وبيلاقوا رساله على الحيطه مكتوب عليها ان حجره الاسرار اتفتحت وان في وحش هرب منها، وبيعرفوا ان الوحش ده عنده القدره على انه يحول اي حاجه لحجر لما بيشوفوا قط متحجر. ولكن تاني يوم لحسن الحظ ماكونجل بتقول لهم ان المدرسه عندها نبات بيقدر يلغي سحر التحجر ده، وبتدي لهم معلومات اكتر عن حجره الاسرار وان محدش يقدر يفتحها غير لما يكون ناقد دم، يعني بالعربي كده ابوه وامه سحرة. وبيكون التلاميذ فاكرين ان بوتر هو اللي فتح حجرة الاسرار وان هو سليل عيلة سليزرن، خصوصا لما بيشوفوه بيتكلم لغة التعابين. ولكن اللي ما يعرفوهوش ان دي مهارة بوتر اكتسبها لما فولديمورت هاجمه وهو طفل صغير. وطبعا بوتر واصحابه بيبقوا عارفين ان مش هو الوريث بتاع عيلة سليزرن، وبيكونوا فاكرينه دراكو، عشان كده بيفكروا يستخدموا جرعة بتحول شكلهم لشكل كراب وجويل اصحاب دراكو عشان يتاكدوا اذا كان الوريث ولا لا. ولكن على طول بيوضح لهم ان دراكو ما يعرفش اصلا مين هو وريث سليزرن، ولكن بيطلعوا منه بمعلومه مهمه، وهي ان اخر مره اتفتحت حجره الاسرار ماتت هناك بنت اسمها مونينج ميرل. ومعنى انها ماتت هو انها كانت مش من عيله سحريه. ولما بيرجعوا لهيرميون بيتضح لنا انها حطت شعر قطه بالغلط في الجرعه بتاعتها وتحولت لقطه، وبتاخد حوالي شهر عشان ترجع لشكلها الطبيعي وتطلع تاني من المستشفى. وفي الفتره دي هجمات الوحش بتكون زادت على الطلبه وبيكونوا الطلبه في حاله خوف شديد. وبعدين بيلاقوا رساله على الحيطه مكتوب عليها ان جيني اخت رون اتخطفت للحجره وان جثتها هتفضل هناك للابد. وبوتر بيقعد يدور على حل وفعلا بيكتشف مكان مدخل حجره الاسرار، وبمساعده رون ومونينج ميرل بيروحوا لجيلدروي اللي بيتضح انه كذاب وبيمسح ذاكره السحره وبينسب انجازاتهم لنفسه، وبيقنعوه ان هو يساعدهم يا اما هيفضحوه. ولما بيروحوا عند المدخل بتاع حجره الاسرار جيلدروي بيحاول يخونهم وبيستخدم تعويذه سحريه عشان يمسح ذاكرتهم، لكن العصايه السحريه بتكون مكسوره والتعويذه بترد في صدره وبيغمى عليه، والسقف بينهار كمان واللي بيبعد رون عن بوتر وجيلدروي. ولما جيلدروي بيصحى بيكون فاقد للذاكره. وبعدين بوتر بيوصل للحجره نفسها اخيرا وبيلاقي جيني مغمى عليها هناك، وبيقابل واحد اسمه توم هناك وبيقول لبوتر ان هو ذكرى بس، وان اسمه الحقيقي هو فولديمورت، وان هو اللي تلاعب بعقل جيني وخلاها تفتح حجره الاسرار، وان هو كمان طبع ذكرياته في كتاب سحري عشان في يوم من الايام يكمل الشغل اللي بدأه من 50 سنه ويفتح حجره الاسرار من تاني عشان يقضي على كل السحره الهاجنين اللي هم واحد من ابوهم او امهم مش سحره يعني. وانه زمان لما اتفتحت حجره الاسرار لفق تهمه قتل الطلبه الهاجرد وخلاه يطرد من المدرسه. وتبدا ذكرى توم تبقى اقوى عن طريق سحب الحياه من جيني، وبيحاول يقتل بوتر عن طريق انه بيستدعي تعبان ضخم وهو اللي بيكون مسؤول عن تحجير الطلبه. ولكن لحسن حظ بوتر طائر العنقاء بتاع دامبلدور بيروح له وبيكون معاه السيف بتاع جريفندور، وبسرعه الطائر بيبدا يعمي التعبان وبوتر بيستغل اللحظه دي عشان يطعنه بالسيف. ولكن سن من اسنان التعبان ده بتطلع في ايد بوتر، ولكن بوتر بيشيل السن من ايده بسرعه وبيطعن بيها مذكرات فولديمورت، والنتيجه لده جيني
تاني بتصحى، ولكن سم التعبان بيبدا ينتشر في جسم بوتر، وبنعرف من هنا ان دموع الطائر بتبقى شافيه من السموم، وبيعالج بوتر. وتاني يوم هيرميون بتبقى خفت خلاص، وبوتر بيقابل لوشيوس مالفوي ابو دراكو، وبيبقى عارف ان هو اللي حط المذكرات في دولاب جيني، لكن ما بيبقاش معاه اي دليل للاسف. وهنا بنكتشف ان دوبي خادم لعيله دراكو، ولما عرف انهم بيحاولوا يخونوا المدرسه راح لهاري وكان بيحاول يحميه. ولوشيوس بيرمي كتاب على الارض وهو ماشي، ولما دوبي بيفتحه بيلاقي فيه شراب بوتر، وبيتضح من هنا ان بوتر خدع لوشيوس عشان يحرر دوبي من خدمته، ودوبي بياخد بوتر كسيده الجديد. وفي اللحظه دي لوشيوس بيقف في نص الطريق وبيحاول يهاجم بوتر بتعويذه قاتله، لكن دوبي بينقذ بوتر. وفي الحفله الاصحاب كلهم بيتجمعوا وبيحتفلوا بمناسبه ان حجره الاسرار اتقفلت من تاني اخيرا. لو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.